السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متتبعي قناة عالم الكمبيوتر بي سي. واليوم راح نتعرف أو راح نقول هل برنامج كامتازي ستوديو أفضل برنامج للمونتاج للمبتدئين أم برنامج كوريول أفضل من برنامج كامتازي ستوديو للمبتدئين. طبعا راح نتعرف عن تفاصيل بالكامل في هذا الفيديو. طبعا ننتقل إلى برنامج كامتازي ستوديو. طبعا برنامج كامتازي ستوديو يتمتع بواجهة بسيطة جدا ومتواضعة، يعني متواضع البرنامج وحلو كلش متواضع البرنامج، يعني سهل للمبتدئين، يعني بسرعة يقدر يسوي الفيديو، بسرعة يقدر يصور. ولكن برنامج كرويول برنامج يتمتع بواجهة بسيطة، ولكن إلى المبتدئين راح يجد صعوبة في استخدام البرنامج. ولكن إذا تم دخول أي شخص مبتدئ إلى البرنامج لمدة يومين راح يتعلم له بسرعة، نفس برنامج كامتازي ستوديو. يعني برنامج كامتازي ستوديو هم كانوا المبتدئين يعانون من مشكلة الصعوبة، ونزلت بعض المقاطع الفيديو على اليوتيوب شرح البرنامج كامتازي ستوديو ودورات برنامج كامتازي ستوديو. ولكن يعني أنا أنصح كل مستخدم يشاهد فيديو شرح برنامج كامتازي ستوديو من الألف إلى الياء. أعتقد هذا اعتقاد إذا أتذكر جدا، يعني من الألف إلى الياء، لأن برنامج فيديو واحد يتم شرحه. ولكن أنا قمت بإنشاء دورة تعليم في قناتي على اليوتيوب عالم الكمبيوتر بي سي. لماذا أنشأت دورة وحلقات 5 حلقات؟ طبعا هي ال5 حلقات قد قمت بشرح برنامج كامتازي ستوديو بالكامل. لماذا؟ لأن الدورة بتصير يعني فقط إلى المبتدئين، ولكن يعني إذا أكو ناس يعني لم يركزوا على الفيديو بالكامل، ولكن وهكذا قمت بإنشاء دورة تعليم. خلونا نكمل. هذه واجهة برنامج كوريول. طبعا برنامج كوريول برنامج رائع. بدل نختار المقدمة ونقوم بسحبها هنا، هذه سهلة جدا، سحبها هنا. ولكن شنو الشيء اللي يضوج في برنامج كامتازي كوريول؟ الشيء اللي يضوج في برنامج كوريول انه ما تقدر تكتب بالعربي الا تنزل برامج، ولكن في برنامج كامتازي ستوديو يعني تقدر تكتب بالعربي بالانجليزي باي لغة تريدها في بالك. ولكن شنو الاشياء الحلوة الموجودة في برنامج كوريول؟ كما ترون السمايل او اللي نفس ما نقول فيها كذا الى الكتابة التي انت اردت كتابتها. مثلا اكتب في البداية عالم الكمبيوتر بي سي واختار اشياء متعددة. وكما ترون الان هذا برنامج كوريول يتمتع بمقدمات حلوة جدا، ولكن السبب هو الوحيد لم يكتب في العرب الا تنزل برامج. طبعا هاي راح يجي الصعوبة المبتدئ فيها، فيعني اتمنى يتم تعديل هذه الخاصية ويتم جعل اي شخص يقدر الكتابة بالعربي بدون برنامج. طبعا خلونا ننتقل الى برنامج كامتازي ستوديو. كما ترون هذه واجهة برنامج كامتازي ستوديو سهلة جدا، ولكن ليس فيها مقدمات جميلة جدا، مقدمات منفصلة. يعني إذا تنزل فيديو هذا لازم تنزلها المؤثرات معها، ويعني تصير شوية هم صعوبة على المستخدم هكذا أو المبتدئ. يعني المبتدئ أنا هذا الفيديو كله للمبتدئ، يعني ننصح المبتدئ، وأتمنى يشاهدون الأشخاص الذين يرون هذا الفيديو. طبعا هذه الموسيقى وبعضها، وتقدر أن تكتب في اللغة العربية في برنامج كامتازي ستوديو هكذا كما ترون، وتكتب في أي لون تريد عالم كما ترون
عالم الكمبيوتر PC، وتقدر تكتب يعني باللغة العربية بدون أي مشاكل موجودة. طبعا البرنامج هم تقدر تصور به. البرنامج كامتازي ستوديو نعرفه هو أكثر برنامج استعمالا لتصوير شاشة الكمبيوتر. والآن اقتربنا إلى نهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك في قناة عالم الكمبيوتر، والإعجاب في صفحتي تعليم مجانا، وزيارة على الانستغرام، وعلى صفحتي الشخصية وصفحتي عالم الكمبيوتر عقول هندسية. في أمان الله أخواني الكرام.